اي مريض سكر بيجي لي العياده في البدايه بقول له لازم ندور على اخوات السكر، لان الاخوات دولت بيتحدوا مع بعض ويجي يعملوا مضاعفات تانية. طب ايه هم اخوات السكر؟ هو ارتفاع ضغط الدم، هو اضطراب دهنيات الدم، وارتفاع الكوليسترول. الثلاثه دولت بيؤدوا الى جلطات الزايد. وعلى فكره هو مش جلطات قلب بس، لا، ده جلطات قلب وسكتات دماغيه، وبرده القفله اللي بتحصل في الشرايين بتاعه الرجل بتؤدي الى اصابه الى قدم السكري، اللي قد تؤدي بعد كده الى بتر. احنا لازم اول مريض السكر ما يتشخص لازم اقيس له الضغط كويس قوي. لو ضغطه عالي اطلب له ايكو على القلب. لو عنده مشاكل بيحصل له الم مع المشي او مع المجهود لازم اعمل له رسم قلب بالمجهود. مريض برضو السكر في بداية تشخيصه لازم اعمل له تحليل كوليسترول ودهون ثلاثية. طب الثلاثة دولت مع بعض بيعملوا ايه؟ الثلاثة دولت مع بعض بيخلوا الجسم دايما في حالة التهاب مزمن، وبيخلوا اللزوجة بتاعت الدم عالية، وده بيؤدي الى الجسم بعد كده بيصاب بجلطات في القلب وجلطات في المخ وجلطات في الرجل. طيب مشكله زي ما قلنا قبل كده اللي مريض السكر مشكلته في الجلطات ايه؟ اللي جلطات القلب بتجيله سكته، تيجي من غير اعراض. يعني ممكن واحد يجيله جلطه ومش حاسس، يجيله جلطه ومش حاسس. طب هو بيحس بايه بعد كده؟ يحس بنهجان، تكون الجلطه خلاص بوظت القلب ويجيله نهجان. طيب مريض القلب بالنسبه للسكر يعمل ايه؟ مريض القلب كل واحد مننا جاله قلب او بيشتكي من القلب لازم يحلل سكر. ليه؟ لان ممكن يكون عنده سكر ومش عارف، وهو يكون سبب الاصابه لامراض القلب. ولازم برضو يدور على الكوليسترول. يبقى احنا في 3 مخاطر، 3 اخوات غلسين جدا قد يدمروا الجسم كله، وقد يخلوا الفتره بتاعت الشيخوخه بتاعنا يبقى فيها عجز وفيها نوم على السرير، اللي هي السكر والضغط والكوليسترول.